انت فاكر لما كنا في رمضان كنا بنصحى على السحور نصلي الفجر، نحاول نختم القرآن والتراويح بالليل. كان عندنا هدف واضح، ايوه، وكان حياتنا كلها ماشية في سكة واحدة كده، سكة الروحانيات والقرب من ربنا. بس فجأة خلص رمضان والدنيا بقت غريبة، مش عارف أبدأ منين، مش عارف أحافظ على الحاجات اللي كنت بعملها، وحاسس إني تايه كده. لو انت كده فعلا فانت مش لوحدك، الاحساس ده طبيعي جدا، لان رمضان يا سيدي كان حالة خاصة جدا كده، ومعظمنا بعده بيحس ان في فراغ، كأن في حاجة ناقصة كده، و... وكأن في نظام كان ماسك حياتنا واتكسر فجأة. بس السؤال المهم هنا، هتفضل تايه كده ولا هتمسك في الخيط اللي يخرجك؟ في الفيديو ده هكلمك على 7 حاجات هتساعدك تتجاوز الحالة دي وتخرج منها بطريقة عملية، بدون بقى إحساس بالذنب وبدون ما تحس إنك لازم تبقى مثالي. الفكرة كلها إنك تفضل مكمل ولو بحاجة بسيطة، لأن الصح مش إنك تبقى كامل طول الوقت، الصح إنك ما تبقاش صفر. يلا بينا ندخل في موضوعنا النهاردة. أول نقطة معانا، حافظ على ولو حاجة صغيرة من عبادات رمضان. في رمضان كنا متعودين على حاجات معينة زي الصلاة في وقتها، قراءة القرآن، قيام الليل، التراويح وهكذا، والدعاء المستمر. بعد رمضان بقى خلص كل الكلام ده، ممكن نحس ان كل ده فجأة وقع مننا، وده اللي بيخلينا نحس بتوهان كده او تقصير. بس الحل بسيط جدا، ما تخرجش من رمضان صفر. يعني ايه؟ يعني لو كنت بتقرأ جزء كامل من القرآن كل يوم، حاول تقرأ ولو صفحة واحدة بس. لو كنت بتصلي التراويح 8 ركعات، خليك على ركعتين قيام ليل، حتى لو كانت حاجة بسيطة. المهم انك تفضل مستمر على كده، لان المشكلة مش انك تقلل، المشكلة انك تسيب كل حاجة فجأة. الموضوع شبه كده الجيم بالظبط، لو كنت بتتمرن يوميا وفجأة بطلت تماما هترجع اضعف طبعا. لكن لو حتى فضلت تلعب بتمرينين كده خفاف، جسمك هيفضل متعود. العبادة كده برضو الأهم إنك تفضل واصل على الخط اللي انت فيه ده، حتى لو بجهد بسيط جدا، لأن هو ده اللي هيحميك من الانتكاسة وهيخليك تحس إنك لسه مكمل مش تايه. هنا نقطة معانا، خد بالك من وقتك وما تخليش الفراغ يسيطر عليك. في رمضان يومك كان مليان بين الصيام، الصلاة، قراءة القرآن، التراويح، وحتى لمة العيلة، فما فيش وقت فراغ حقيقي، وده كان مخليك حاسس ان يومك ليه معنى. لكن بعد رمضان فجأة الوقت بقى مفتوح، ولو ما سبتهوش في ايدك هتلاقي الفراغ بيسيطر عليك. ايوه، ودي اخطر حاجة هنتكلم عليها دلوقتي. لما يكون عندك فراغ كبير، عقلك تلقائيا كده بيرجع لعاداتك القديمة، سواء بقى كانت تضييع وقت على السوشيال ميديا، او الكسل، او حتى الاحساس ان مفيش حاجة مهمة تعملها. الحل، املي وقتك بحاجات مفيدة، مش لازم حاجات ضخمة، لكن على الأقل يكون عندك جدول كده حتى ولو بسيط، شغل بقى، مذاكرة، رياضة، قراءة، او حتى وقت تخرج فيه مع صحابك. الفكرة انك ما تسيبش وقت فراغك كبير يبلعك، لان الفراغ هو اكتر حاجة بتخليك تحس انك تايه ومش عارف تعمل ايه بعد رمضان. تالت نقطة، رجع نفسك لإحساس الهدف. في رمضان كان عندك هدف واضح كده ومحدد، كنت بتحاول تقرب من ربنا، صح؟ تختم القرآن، تصلي التراويح، تحس إنك شخص كده أحسن، كان عندك إحساس إنك ماشي في سكة صح، وده كان مديك طاقة كده ومعنى كل يوم. لكن بعد رمضان اللي بيحصل إن الإحساس ده بيختفي خلاص، وده اللي بيخليك تحس انك تايه ومش عارف تكمل. ازاي؟ الحل بسيط جدا، لازم تخلق لنفسك هدف جديد، مش شرط بقى يكون ديني بس، ممكن يكون هدف في شغلك، دراستك، صحتك، حتى على علاقاتك بالناس. المهم انك تحط لنفسك حاجة تسعى ليها وتشتغل عليها يوميا، علشان تحس ان وقتك ليه قيمة فعلا، وانك بتتحرك لقدام مش واقف في نفس المكان. ابدأ بحاجة بسيطة، اسأل نفسك كده، ايه الحاجة اللي لو ركزت عليها الشهر ده هيحسسني اني بتطور؟ خليك واضح وخد خطوة، لان احساس الهدف صدقني هو اللي هيخرجك من اي توهان بعد رمضان. رابع نقطة ودي مهمة،
احذر الانتكاسة. ايوه، ركز في النقطة دي كويس جدا. في رمضان كنت بتحاول تكون افضل نسخة من نفسك، طبعا كنت محافظ على صلاتك، بتقرأ قرآن، بتحاول تبعد عن اي حاجة غلط وحرام. لكن بعد رمضان الشيطان بيرجع يشتغل عليك تاني، وبيبدأ يقنعك انك خلاص رجعت لحياتك العادية تاني. فبتلاقي نفسك بالتدريج بتسيب كل اللي كنت عامله، وده اسمه الانتكاسة. الخطورة هنا مش في ان مستواك يقل، ده طبيعي، لكن المشكلة انك ترجع لورا تماما، تسيب بقى الصلاة، تبعد عن القرآن، وترجع لعاداتك السلبية تاني. فالحل ما تسيبش نفسك تنجرف ولو بشيء بسيط، لازم تفضل ماسك في حاجة. لو كنت بتصلي مثلا في المسجد، خليك على صلاة واحدة هناك في المسجد. لو كنت بتقرأ جزء من القرآن، كفاية حتى ايتين في اليوم. المهم انك ما توصلش لمرحلة الصفر كده، لان الرجوع بعد كده هيكون اصعب بكتير صدقني. فخليك فاكر، الشيطان مش هيوقعك مرة واحدة، هو بياخدك خطوة خطوة كده. فخد بالك وما تديش لنفسك المبررات. خامس نقطة، لازم تتقبل التغيير الطبيعي بعد رمضان. رمضان حالة خاصة جدا، في روحانيات عالية زي ما قلنا، جو بقى إيماني، الناس كلها بتتسابق في الخير، والمساجد كلها مليانة. فطبيعي إنك كنت في قمة نشاطك العبادي. لكن بعد رمضان اللي بيحصل إن الدنيا بترجع للوضع العادي جدا، والمساجد بتقل فيها الناس، وكل واحد بيجري ورا حياته. فإحساسك إنك نازل كده عن مستواك ده طبيعي جدا، بيحصل لكل الناس. المشكلة بقى إن بعض الناس بتحس بالذنب كده أو الإحباط، وده بيخليهم يستسلموا تماما. لكن الصح إنك تتقبل التغيير الطبيعي، وما تخليش ده يخليك تسيب كل حاجة. مش لازم تفضل بنفس القوة اللي كنت فيها في رمضان، لا، ما أنا ما قلتلكش كده، لكن ما تخرجش منه صفر زيرو خالص. التغيير مش معناه انك سبت كل حاجة، بل بالعكس، هو فرصة انك تحافظ على حاجة بسيطة وتكمل عليها. الاهم انك تكون فاهم ان الايمان بيزيد وبيقل، وده شيء طبيعي. المهم انك تفضل ماسك في الخيط وما تقطعهوش تماما. نقطة رقم 6، ابعد عن المقارنات. واحدة من أكتر الحاجات اللي بتخليك تحس بالإحباط بعد رمضان هي إنك بتقارن نفسك بغيرك. ممكن تلاقي حد لسه مكمل بنفس القوة، بيصلي التهجد، بيقرأ قرآن كتير، أو محافظ على عباداته بشكل كبير جدا. فبتبدأ تحس إنك وحش بقى، أو إنك مقصر يعني. لكن الحقيقة ان كل واحد ليه رحلته الخاصة، وايمانه بيزيد وبيقل. ومش معنى ان حد تاني مستمر بنفس القوة انك كده فشلت، لا خالص. الاهم انك تكون احسن من نفسك، مش احسن من غيرك. بدل بقى ما تقارن، ركز على انك تفضل مستمر حتى ولو بحاجات بسيطة زي ما قلنا. ولو عايز تطور من نفسك، خد غيرك كمصدر الهام كده او قدوة، مش كسبب للاحباط. لان المقارنات السلبية صدقني مش هتساعدك، مش هتفيدك باي حاجة، بل بالعكس هتخليك تحس ان مفيش فايدة، وتسيب كل حاجة بدل ما تكمل حتى ولو بخطوات صغيرة. سابع واخر نقطة معانا، ابدأ خطوة صغيرة وما تستناش الكمال. كتير مننا بعد رمضان بيكون عايز يكمل في الطريق الصح، بس بيحس كده انه مش قادر يرجع بنفس القوة. فبيفضل مأجل ويقعد يسوف ومستني اللحظة اللي يكون فيها جاهز. ايوه، كلنا عارفين كده. لكن الحقيقة انك لو فضلت مستني الكمال، مش هتبدأ ابدا. الموضوع بسيط جدا، خد خطوة صغيرة. مش لازم تقرأ جزء قرآن كامل، ابدأ بصفحة واحدة. مش لازم تصلي قيام الليل ساعة، ابدأ بركعتين. مش لازم تكون مثالي، بس المهم ما تقفش. تخيل كده انك بتبني طوبة كل يوم، حتى لو كانت صغيرة، في النهاية هيبقى عندك حاجة. ايوه، لكن لو فضلت مستني اليوم اللي تبني فيه كل حاجة مرة واحدة، طبيعي مش هتبدأ اصلا. فما تستناش تكون في اعلى طاقة روحانية علشان تتحرك. ابدأ بأي حاجة، والمهم انك تفضل مكمل.
وفي النهاية اللي اتكلمنا عنه النهاردة ده بيتلخص في حاجة واحدة بس: ما تخرجش من رمضان صفر زيرو. مش مهم تكمل بنفس القوة زي ما قلنا، لكن المهم انك تفضل مكمل بأي حاجة حتى لو صغيرة، لان اللي بيحصل بعد رمضان مش سقوط، هو تغيير طبيعي، وانت الوحيد اللي بتقدر تتحكم في ان التغيير ده يكون لصالحك او ضدك. ما تسيبش الفراغ بقى يسيطر عليك، خليك عارف هدفك، وخد بالك من الانتكاسة زي ما قلنا اللي بتيجي مرة واحدة. الأهم من كل ده ما تقارنش نفسك بحد، لأن كل واحد ليه رحلته، وانت رحلتك تخصك انت بس. وأهم نصيحة أحب أقولها لك: ابدأ بخطوة صغيرة، ما تستناش تكون جاهز، لأن الجاهزية دي اللي انت فيها بتيجي مع الحركة مش قبلها. في النهاية الموضوع مش سباق، مفيش حد هيوصل اول وحد تاني هيفوت القطار. كل اللي عليك انك ما تبقاش واقف في مكانك، حافظ على اي حاجة حتى لو كانت بسيطة، لان الاستمرارية صدقني هي اللي هتفرق معاك جدا في الاخر. لو قعدت بقى معايا لحد اخر الفيديو اكتب لنا تحت في الكومنتس: الاستمرارية اهم من الكمال. عايز اشوف كام واحد قعد معايا لحد الاخر. ولو الفيديو عجبك بقى ما تستناش تعمل لايك وتشترك في القناة. انا عارف انك مش عامل اشتراك في القناة، لو ما كنتش عامل اشتراك في القناة هزعل منك بجد. انزل اخبط زرار الاشتراك في القناة وفعل زرار الجرس كمان عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.